السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده حابين نعمل كده كنافة بالسوداني. معانا نص كيلو كنافة اهو، ومعانا سكر بودرة، ومعانا فول سوداني، ومعانا الزبدة البلدي بتاعتنا. هنبدأ ايه بقى الأول كده؟ اللهم بارك، بسم الله. نبدأ ايه؟ دي كنافة طازة فريش يعني. هنقطعها كده، نقطع كل الكمية كده ونرجع معاكم تاني إن شاء الله. هندهن الصينية بتاعتنا كده دهنة حلوة عشان لما نيجي نقلب الكنافة. وكده بقى بعد ما دهناها حلو كده نحطها في التلاجة بس السمنة دي تجف، وهنبدأ ايه نجهز في الكنافة بتاعتنا. هناخد كده معلقتين سكر، نقلب السكر في الكنافة بتاعتنا كده كويس، هنغلفهم في بعضهم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لازم نغلف السكر يا جماعة عشان السكر بيخلي الكنافة معانا مكرملة. السكر البودرة ده بيخلي الكنافة معانا مكرملة. اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وكده بقى ما شاء الله نبدأ ايه نرص في الصينية بتاعتنا. كده بقى اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كده دي نص كمية الكنافة بتاعتنا، وهنحط السوداني بقى. هنبدأ بقى ايه نرش السوداني كده. اللهم بارك يا رب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نبدأ ايه نحط برضو نص الكنافة التانية كده. اللهم بارك يا رب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. احنا طبعا لسه ما حطيناش السمنة بتاعتنا ولا الزبدة اللي هنعمل بيها يعني. وكده بقى نبدأ ايه ناخد من السمنة بتاعتنا كده. نحاول نوزع الكنافة بتاعتنا كلها. الكنافة بتاعتنا كويس قوي بعد ما نغرقها بالسمنة كده. الكنافة يا جماعة من الحلويات اللي بتحب السمنة كتير قوي، عشان كده ممكن تعملوا نص كيلو وتغذوه كويس يطلع معاكم حلو وجميل. اللهم بارك يا رب، ما شاء الله لا قوة الا بالله. معانا برضو صينية على قد الصينية هندك بقى كنافة بتاعتنا كويس قوي. اللهم بارك يا رب. وكده بقى بسم الله ما شاء الله جاهزه ندخلها الفرن. هندخلها الفرن، هنقيد الفرن من تحت بس لحد ما الحروف كده تدي لون ذهبي، ونيجي قايدين الشوايه من فوق. الكنافه تستوي ماشي، وهنطلعها معاكم ان شاء الله.